فقل لي بالله عليك، إذا دخلت هذه السموم إلى أجساد الشباب والفتيات كيف تبنى هذه الأمة، وكيف يرجى خيرها، وكيف يستقيم أمرها وفيهم هذه السموم وهذه المخدرات التي تذهب بالعقول، وقبل ذلك بالدين والأخلاق. فلا تستقيم الأخلاق ولا يستقيم الدين ولا يستقيم العقل ولا تستقيم المروة مع وجود هذه المخدرات في أجسادهم، مع وجود هذه المخدرات في أجسادهم. وهذا الذي يريده أعداء الإسلام. فإن قلت ما هي المصلحة التي يجنيها أعداء الإسلام كالروافض مثلا وأذناب إيران، إن من المصالح العظيمة أن دين الروافض يقوم على الخرافات والخزعبلات، ولا يمكن نشر هذا الفكر المنحرف مع وجود العقول النيرة والأفهام السليمة. لذلك فيغزون الناس بهذه المخدرات، حتى إذا فشى الجهل وانتشرت الجريمة انتشرت هذه الخرافات وهذه الضلالات وهذه الخزعبلات في أوساط الناس. فدين الروافض لا تقوم له راية إلا عند هذا الصنف من الناس، عند الحمقى وعند المغفلين وعند من ذهب عقله وذهبت مروته. نعم أيها الناس،